عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هنعملوا فيها الكيكة العادية جدا، بس هقولها لكم بكل اسرارها وبكل تكاتها، ويا رب تعجبكم. وان عجبتكم ان شاء الله تبقوا ادونوا لايك، ويلا بينا نعمل الكيكة. دلوقتي يا حبايبي هننزلوا البيض 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وان كان عندك في التلاجة طلعيها قبلها بنص ساعة. ادي البيض، ادي يا حبايبي، ادي الزيت، ادي السكر، كل المواد السائله. ان كان ولادك بيحبوا السكر زياده في الكيكه زوديها. ادي البيكنج باودر، ادي الفانيليا، معانا باكوين فانيليا، ادي اللبن، ادي معلقه الخل. لازم تحطي يا حبيبتي معلقه خل في الكيكه عشان تدي هشاشه. كل ده هنضربوه في الخلاط دلوقتي، يلا بينا. دلوقتي نزلنا كل حاجه، البيض، الزيت، الفانيليا، اللبن، وهنضربها دلوقتي. دلوقتي نزلنا المواد السائله، هننزلوا مواد الجاف. كوبايتين لبن، كوبايتين دقيق، ومعاهم كمان نص كوبايه علشان يبقى هشه وحلوه. ومعانا بالظبط يا حبايبي معلقتين نشا. النشا دي مش هقول لك بترفع الكيكه بطريقه جميله. ومعانا بيكنج باودر، باكو اهوت يا حبيبتي قدام منك اهو. بيكنج باودر. هتقولي باكو بحاله ليه؟ او ليه باكو كله؟ عشان يدي هشاشه جامده. وبقوا نخلوه قدامكم اهو بيتنخل. ودلوقتي نخلت البيكنج باودر، نخلت الدقيق، نخلت النشا مره واثنين وثلاثه علشان تطلع الكيكه هشه وطريه ان شاء الله. وهننزلوا المخلوط بتاعنا، المخلوط اللي احنا الخليط اللي احنا عملناه قبل كده مع التقليب يا حبايبي. قلبي بس مش بسرعه، يعني لا منك بتهدي قوي ولا منك بتسرعه علشان الهواء ما يدخلش الكيكه. لازم تضربي يعني بوسط علشان. دلوقتي يا حبايبي مسكت الصينيه اللي عندي، عملتها بالسمنه بالفرشه وبطنتها بالدقيق. دلوقتي بقى هنزل معاكم ان شاء الله الخليط اللي انا عملته. الخليط اللي انا عملته كله 2.5 كوباية دقيق، معلقه الخل، السكر، البيض، كل المكونات. وان شاء الله هتحطها في البوتاجاز يا حبيبتي. هتكون مولعه البوتاجاز قبلها ب5 دقايق بس. اوعي اكتر من 5 دقايق. اول ما الفرن البوتاجاز يسخن توطي خالص تحت اللي هي النار من تحت في البوتاجاز، وتحطي الكيكه في الرف الوسطاني على الشبكه اللي في النص. واول ما تبدا تستوي عرفتي انها استوت كده من تحت، ولعي الشوايه. وان شاء الله هاجيلكوا بعد ما تستوي. يلا بينا. بعد ما طلعنا الكيكه وقطعناها، بس معلش ابن الصغير خد حته منها من الصينيه قبل ما نحطها في اطباق. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله زي السفنج. يلا بقى معانا بألف هنا وشفا. وكملت الكيكه التانيه اهي. بس ابني بقى الطفل الله يسامحه. اتفضلوا معانا.